زينة مش هستنى ابني يموت بسبب كلب. كشفت الفنانة زينة تفاصيل أزمة نجلاء التي أثارت ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية إثر تعرضه لاعتداء من كلب بصحبة طفل آخر في أحد الكومباوندات، مؤكدة أنها لن تتهاون في الحصول على حقها بالقانون. وقالت زينة خلال تصريحات خاصة: ابني كان بيلعب كورة وأنا كنت في البيت وجالي تليفون ابن بيعيط وبيقول لي الحقيني في واحد سايب علينا كلب وهيموتنا. وأضافت: الشخص ده دخل الملعب وقال لابني عايز ألعب، قال له لأ ده حجزنا، لو عايز تيجي تلعب معانا تعالى. الولد قال له لا وهعرف اخرجك ازاي، وجاب له الكلب، واكيد انا مش هستنى عيل من عيالي يموت بسبب كلب. ابني جرى من الكلب وهو بيجري وقطع ورجله اتعورت، وابني التاني عشان عنده كلب عارف النظام والكلب خربشه في رجله. قلت للولد انت ابن مين؟ العيب مش عليك، انا هتكلم مع مامتك اللي سابتك تخرج مع كلب كبير زي ده. الولد دخل البيت ومامته طلعت بتزعق وبتقول لي انت بتشتمي ابني. قلت لها انا جاي اقولك لحد عندك وبقولك ما تخرجيش الولد بالكلب تاني. وخدت بعضي ومشيت وقلت لها انا هعرف اخد حقي بالقانون.